السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله دايما بخير وصحة وهنا وسعادة وراحة بال. النهاردة فيديو جديد، فيديو حلو جدا جدا جدا. طبعا ناس كتير قوي بتقولي انت اخرت ليه يا رودي، انت ليه مش باينة يا رودي؟ انت فينك؟ ناس كتير قوي بعتت لي في كومنت، بقول لكم تسلموا ايديكم، الله يبارك لكم طبعا. وشكرا على السؤال، وانا موجودة. بس ايه بقى، عقبال عيالكم كده ان شاء الله عندنا فرح يعني، فعقبال ولادكم كده قلت ايه اخبز معاكم البسكوت. طبعا احنا اشعارنا وقناتنا او بتتكلم على ان احنا نوفر ازاي وتعلمي حاجات بسيطة جدا، بدل ما يا فلانة تعالي اتعلميني، يا فلانة تعالي، يا فلانة مش عارفين. لا يا حبيبتي. طيب النهارده بقى شكرا جدا على الناس اللي سألت عليا، وعلى الناس اللي عايزة تطمن عليا وتقول لي انت عاملة ايه وفينك مش باينة ليه. يا رب تكوني لعل المانع خير. فانا كويسة والحمد لله، وعقبالكم وعقبال ولادكم ان شاء الله باذن الله. خلاص انا اتجوزت وبخبز الخبيز العيش بتاعي اهو، فقلت بقى ايه اشارك معاكم الفرحه وكده، ونظبط امورنا مع بعض ونشوف احنا هنعمل ايه باذن الله. طيب هنخبز النهارده. بس اول حاجه يا حبيبتي قبل ما ندخل كده، اعملي لي بقى اللايك واشتركي لي بقى في القناه لو مش مشتركه، وفعلي لي الجرس. واهلا وسهلا بيكي في بيتي المتواضع الجميل جدا. وشعارنا بقى يا حبيبتي، قناتنا نواتي معتور البيت، هتسيبي حاجات جميلة جدا. وشعارنا بقى ايه يا قمر منك ليها؟ التوفير. ان احنا نوفر، توفري لجوزك، توفري لو حتى جنيه واحد مفيش مشكلة. طيب النهارده بقى هنعمل بقى ايه البوتفور الجميل بتكاته وحركاته زي ما انت شايفة اهي، حاجات جميلة جدا. طيب انت ايه بقى مقاديرك يا رودي؟ بصوا يا جماعة، كل واحد على حسب مقاديره هو ايه. انا المقادير بتاعي اكل 4 بيضات، عليهم علبة سمنة، عليهم كوباية سكر بودرة. تمام. بس من غير كده ما تحطيش. دول بقى هيعملوا ايه بقى، نص علبة مربى، وحاجة اسمها اللي هي الالوان دي، اسمه سروسرو او حاجة زي كده، اللي هو الابيض، بتجيب ب5 جنيه بس. هتعملي وليمة. طيب الكيلو عامل كام بره؟ عامل 90 جنيه. شوفي بقى جمعي، هنجمع مع بعض. ال10 بيضات، اللهم صل على سيدنا محمد، ال4 بيضات قولي ب10 جنيه، قولي ب10 جنيه. زائد كوباية الزيت موجودة عندك في البيت، كوباية السمنة، والسمنة مش ساقعة براحتك. في الحالتين هيديك تيست عالي جدا. ودلوقتي اصلا شتا، مش محتاجة تحطي تلاجة ولا اي حاجة. حتى المضرب اهو، عشان ما تقوليش اني ما عنديش مضرب حبيبتي، ولا تقولي الدنيا فلانة ولا الدنيا علانة. امورنا سهلة وبسيطة، وانا اهو بقول لكم وأعلمكم اهو بايديا، قسما بالله بايديا اهو. طيب السكر البودرة، عندك سكر، خدي كوباية سكر يا ستي من البيت، من المطبخ بتاعك، واضربيه طحنيه كويس في المطحنة، وهاتيه بودرة. تحطي اول حاجة البيض، وعايزين صح بيكنج باودر وريحة، يعني ب5 جنيه، قولي ب5 جنيه بيكنج باودر وريحة. نص الكيس، كتري بقى الريحة عشان ريحة البيض. وانا قسما بالله تاني زي ما بقولكم كده ما بحطش ريحة. تمام، ما بحطش ريحة، يكفي دول كفاية. بالنسبة للدقيق، الكيلو الدقيق ده المقادير بتاعة ال4 بيضات، كوباية سمنة، كوباية زيت، بتعمل كيلو دقيق، بتعمل كيلو دقيق. كل حاجة على عينك يا تاجر، وهو بوريكم العجن، وبوريكم كل حاجة، وبوريكم شكله طلع ايه. حاجة خرافة قسما بالله يعني بصراحة. وده ايه بقى، ايه اسمه؟ خبيث عروسة. كنت قادرة ايه اوديه لفلانة وعلانة، وعايزة بقى ايه على كل كيلو 90 جنيه، فانا ايه انصح منها. وده خبيز عروسة يعني، خبيزي قسما بالله بخبزه بايدي، وهتشوفي النتيجة تحفة. طيب حطينا اول حاجة السمنة، بعدين البيض. السمنة ساقعة او باردة دي حرية شخصية ليكي انتي، في الحالتين هيضرب. بس نصيحة تكة كده بسيطة يعني، بيديكي تيست حلو جدا، تيست حلو جدا. لما تيجي تحطي له مية باردة، تحطي له سمنة اللهم صل على سيدنا محمد، سمنة ايه ساقعة من التلاجة من الفريزر، بتبقى بتديكي تيست عالي، تديكي تيست عالي. طيب نحط بقى، وبعدين نحط بيكنج باودر ونحط البيض. شايفين ازاي اهو؟ طبعا كل بيت عنده عندك جهاز زي كده. طيب انا ما عنديش جهاز زي كده، اعمل ايه؟ بصي يا حبيبتي، عليكي وتروحي هتجيبي المكبس، اللي هو بقى ايه نقول عليه مكبس، اللي هو المكبس. تعملي وردة وردة وتعدليها كويس، وتلزقي دي في دي، حاجة خرافة، حاجة جميلة جدا. بصوا
تك 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 اهو في دقيقة. طبعا انا خبز البيضفور برضو في نفس اليوم اهو. خبيز عروسة اهو. كل حاجة على عينك يا تاجر، مش بقول يا فلانة ولا يا علانة. وبشكر جدا طبعا مروة حسن ساعدتني، ربنا يكمل لها على خير يا رب ويديها الصحة والعافية. بشكرها جدا جدا، الفيديو تستاهل اصلا ان ايه اشكرها فيه. اهو بصوا الشكل، العجينة تمام. العجينة لما تيجي تعملي بتطلع وبتبقى حلوة جدا جدا وشكلها جميل. في شكل تاني بقى على حسب انت الاشكال اللي بتيجي، اشكال كتير جدا. عادي شكل واحد مفيش مشكلة وبتبقى جميلة وكله ايه جميل بإذن الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اهو بصوا حاجة خرافة جميلة. العيش ناجح بيبان من شكله، لما تيجي تقطعي العيش بيبان من شكله، من التقطيعة بتاعته، من كل حاجة. اهو اهو. اللهم صل على النبي. عبيه كله كده في الواح، ومعانا الخبز التاني مبسوس، ونبدأ نحشي بقى ايه بالمربى. اللهم صل على سيدنا محمد. بعد ما بخلص بالليل على الليل كده نقعد كده نعمل كوباية شاي مظبوطة، ونبدأ ايه نلف دي في دي. اها. ونسيت اقول لكم حاجة، كيلو البودفور عندنا ب100 جنيه. كاتبيلي بقى في كومنت الكيلو البودفور عندك عامل كام. اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. ده الشكل ايه التاني، شكل الوردة اهو. اهو. كل سنة وانتم طيبين وعقبال عيالكم يا رب، يكرم بالذرية الصالحة والراجل الكويس. وشكرا جدا جدا على الناس اللي كانت بتدور عليا وكانت تقولي لعل المنى خير. والله خير خير خير. طبعا كل حاجة بنزلها معاكم اهو، كل مناسبة اهو. ربنا كده يا رب يسترني دنيا واخرة، ويكون زوج صالح بإذن الله. وحشتوني جدا جدا اهو. اهو نقطع، بس شفتوا العجينة ماسكة وجميلة ازاي اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. كنت عايزة اقول لكم على حاجة. ده الشكل بصوا. اللهم صل على النبي عليك يا لوج. في التبيت 100%. والفرن اهو. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اهو يا جماعة بصي لما تيجي تسويه يا دوبك كده ايه، تديه دقيقة او 3 دقايق بالكتير، ما تسويهوش، ده ما يستويش. البيضفور ياخد نار ويطلع، ما يحمرش. لو اتحمر معاكي ولا عمل شكل كده يبقى اتحرك. بصوا اتحرك ازاي من تحت اهو. اه. وطبعا زي ما عارفين اي خبيز عروسة لازم يطلع منها لوح ايه بايظ. الحمد لله على كل حال اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. تركات حاجاتنا بسيطة وجميلة. يلا بصوا دي النتيجة، بصوا اللزق. بعد ما هلزق هبدأ ان انا في شيء اعمله شوكولاتة وفي شيء ايه، يا ريت بقى الشوكولاتة الناس اللي بتسيحها بشوية زبدة. لا يا حبيبتي، لو كانت خام اللي هو النوع ايه اللي بينشف، بخار مية. بخار مية تجيبي كنكة وتحبيها مية، وتجيبي الكوباية فيها قطع شوكولاتة، وتبدأي بقى ايه تغطي الكوباية بعد ما تغلي وتسيبيها، تلاقيها ساحت بقت جميلة جدا اهو. بصي الشوكولاتة شوكولاتة بيضة شوكولاتة حمرا زي ما انت حابة. عملت بقى شوية مبسوس، قلت لكم بقى الطريقة بتاعته في فيديو ان شاء الله بإذن الله جاي اقول لكم الطريقة بتاعته ايه اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. تسلم ايدك يا رودي. يلا بقى كومنت لايك حلو من عندك، وانتظرين بقى فيديو جديد وفيديو احسن من كده حبيبتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.